السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اهلا بيكم في فيديو جديد. بعد موسم خامس كان قوي جدا لدرجة ان انا تمنيت ان تكون دي النهاية بتاعته ويكون مفيش مواسم تانية جاية علشان مش هيلاقوا نهاية افضل من نهاية الموسم الخامس. ولكن مسلسل كوبرا كاي قرر ان هو هيستمر الموسم سادس. هل الموسم السادس ده هيكون بنفس قوة الموسم الخامس ولا لا؟ يعود دانيال وجوني وتشوزن بعد القضاء على تيري سيلفر وعصابته، حيث يتعين عليهم اتخاذ قرارات مصيرية والمشاركة في بطولة العالم للكاراتيه في الفصل الأخير من القصة. الموسم هيكون مقسم لثلاث أقسام، 5 حلقات نزلوا امبارح، و5 هينزلوا في شهر 11، و5 هينزلوا السنة الجاية. وده في حد ذاته شيء سلبي، وأول حاجة بتعمل فصلان بينك وبين أي مسلسل هو إنه بيقدمهولك بالقطارة. طب ما تنزل لنا حلقة كل شهر يا معلم وخلاص. وانت عشان المسلسل نجح وجاب مشاهدات معاك فتقوم تحلبه للدرجة دي؟ انت لسه في فيلم اصلا هيتعمل بالمسلسل، يعني في فيلم هيتعمل هيكون ربط بين المسلسل وبين فيلم ذا كاراتي كيد اللي كان بطولة جاك شان. فانت يعني انت اصلا اوريدي انت حالب وحاطط خطط كمان لحلب، فملهاش لازمه ان انت تقعد تطول لي في الموسم الاخير. المهم خلونا في الخمس حلقات اللي نزلوا دلوقتي. انتهت كوبرا كاي. تيري سيلفر المفروض ان هو خلاص اتحبس في السجن، مش هيكون له جانب من القصة لغاية دلوقتي، واصبح الجميع على وفاق تقريبا. خلاص بقى فيه فترة سلام، العداوات الثنائية اللي كانت موجودة دي معظمها انتهت، والتركيز حاليا كله منصب على بطولة العالم للكاراتيه. من اكتر السلبيات في الموسم او من اكتر الحاجات اللي مضايقاني على المستوى الشخصي اللي موجودة معانا في الموسم السادس، وهو عدم نضج الشخصيات اللي موجودة. في عدم نضج غريب للشخصيات، مع ان الحاجات اللي مروا بيها المفروض ان هي تسبب لهم نضج على مستوى الشخصيات بتاعتهم، ولكن في حالة عدم نضج موجودة رهيبة، مع ان الناس دي كبرت والمفروض ان هي بقت عاقلة شوية عن قبل كده. حتى كمان الشخصيات اصلا اللي ناضجة من المواسم السابقة جت تتخيب الموسم ده. في حالة من عدم النضج عجيبة، وده طبعا بيؤدي ان بنلاقي ان في قرارات عبيطة من بعض الشخصيات، او بعض الشخصيات بتتعامل مع حاجات بتحصل لها بطريقة غريبة. ده طبعا كله بيكون تمهيد لان في خيانات هتحصل، وهو بالفعل في الخمس حلقات اللي نزلوا في خيانات حصلت، ولكن دي مش هتكون الاخيرة بالتأكيد. اكيد في خيانات جاية، وخيانات كتيرة كمان ومن ناس غير متوقعة. حالة النضج اللي كان اكتسبها المسلسل في الموسم الخامس انتهت بشكل كبير جدا في الموسم السادس. في خطوط كتير طبعا موجودة معانا في القصة، ولكن احنا ما نقدرش نحكم على الخطوط دي كلها نظرا لان المسلسل لسه بيكتمل، الموسم ده لسه له بقية، فانت ما تقدرش تحكم على الخطوط دي هل هي بتفيد في القصة ولا هي مجرد حشو. بس من ضمن الخطوط دي كان في خط خاص بشخصية مياجي. الخط ده يعني هو كان فيه بعض الحاجات الغريبة اللي حصلت فيه، ولكن هتكلم عنها في الاخر بحرق. بس انا اعتقد ان الخط ده موجود لعملية الربط بين المسلسل والفيلم، وان الخط ده هيتم استخدامه بشكل كبير في الفيلم، وهيكون هو السبب لوجود علاقة بين المسلسل والفيلم. اما بالنسبة للجانب الحواري اللي موجود فبرضه مشكلتي معاه هو عدم النضج. هو يعني معظم الجانب الحواري كان كويس، ولكن برضه ما زلنا في مرحلة الكلام اللي هو يعني الغير ناضج، كلام المراهقين. اما بالنسبة لرتم الحلقات فرتم الحلقات سريع جدا، مش هتلاقي اي ملل. طول ما انت بتتفرج حلقة ورا التانية هتلاقي نفسك خلصت الخمس حلقات ورا بعض على طول. وهو الحلقة عموما نص ساعة، ممكن بتزيد شوية بتكون حاجة و30 دقيقة، ما بتبقاش طويلة يعني. كمان الجانب الكوميدي كان موجود بنفس القوة الكوميدية المتعارف عليها من المسلسل، فلو الحاجات الكوميدية اللي قبل كده كانت بتضحكك هتكون موجودة هنا. ضيف على ان كان في برضو بعض الدراما اللي كانت موجودة، يعني هي كانت كويسة لكن كان في احسن منها. حالة عدم النضج اللي موجودة برضو زي ما خربت الجانب الحواري برضو بوظت شوية من الدراما. اما بالنسبة للاخراج فالمشاهد القتالية اللي موجودة يعني فيها ابتكار الموسم ده. الزوايا والكادرات، تصميم المشاهد ذات نفسه يعني في تطور ملحوظ عن قبل كده، وفي لعب اخراجي في التصوير والزوايا والكادرات برضو بشكل ملحوظ. بشكل عام الحكم لسه بدري على المسلسل، لان هو في قسمين لسه موجودين لازم يكتملوا علشان نقدر ان احنا نحكم على المسلسل وعلى الموسم الاخير ده هل هو كان قوي، كان خير خاتمة ولا لا. ولكن انا توقعي ان عموما هو يعني احنا شفنا 5 حلقات خاصين بالتحضير، هنشوف الخمس حلقات الجايين هيكونوا خاصين بالبطولة، والخمس حلقات الاخرى هيكون في حاجة بقى موضوع تاني، يعني هيكون في قصة تانية احنا بنناقشها خارج اطار البطولة. وده توقعي ان هم هيقوموا بدمج المواسم اللي عملوها كلها في الموسم الاخير ده. ودلوقتي سريعا كده انا هتكلم عن كام نقطة بحرق احداث، فلو مش عايز تحرق لك حاجة في المسلسل فالفيديو بالنسبة لك كده انتهى. دانيال لاروسو بالصدفة البحتة بيكتشف في الأوضة بتاعة مياجي في مدرسة الكاراتيه اللي هو بيروح يتمرن فيها بقاله أكتر من 30 سنة، بالصدفة البحتة دلوقتي يكتشف إن في حاجة موجودة تحت الأرض، إن في باب سري. ما هو مش باب سري والله، هو واضح
يعني واضح زي الشمس ان في حاجة في الارض، ان دي الحاجة دي بتتفتح، لكن هو جاي اكتشف دلوقتي. سبحان الله. شوف هو موجود اصلا في المدرسة دي بقاله قد ايه وبيتردد عليها. يعني هل الديكور اللي موجود في المكان هو من 30 سنة؟ يعني اكيد اتغير، اكيد يعني جم ينضفوا يعني مش شرط الديكور، اكيد يعني جيتوا تنضفوا في يوم من الايام المكان. يعني اصلا المكان ده في موسم من المواسم كوبرا كاي هجمت عليه وبوظوه، فاكيد انتوا رجعتوا ترتبوه تاني. فطول السنين دي كلها، طول الاحداث، تنظيف، ترتيب، كل الحاجات دي ما شفتوش الصندوق، بس جيتوا تشوفوه دلوقتي. سبحان الله. اصل عمل بصيرة اقوى بكتير من عمل بصر. فالنقطة دي خلت الخط ده بالنسبة لي من القصة اللي هو يعني انا مش هاممني. اصل انتوا يعني من الاول انتوا بتقدموه بتعتمدوا على ان انا عيل صغير وانا بتفرج، اللي هو ماشي هعديها، يعني يا جماعة كبرنا على الحاجات دي خلاص. دي حاجة. الحاجة التانية، هو كريس ده مش راجل هربان من السجن، والمفروض ان هو يعني البوليس بيدور عليه، ولو اتمسك ان هو خلاص هيرجع السجن تاني. راجل عايش حياته عادي، بيسافر بره امريكا وبعدين بيرجع امريكا تاني، وراح يشترك في البطولة وداخل معاهم البطولة عادي جدا. هو ايه يا جماعة، انتوا هي العملية سايبة عندكم خالص كده؟ في بعض الحاجات اللي تحس ان هي ما بتقدرش عقلك انت كمشاهد، وبتعتمد على ان الجمهور الخاص بالمسلسل هو من الاطفال فعادي، او مثلا ايه الناس اللي هم كانوا بيحبوا الافلام القديمة زمان فهيغفروا لهم اي حاجة موجودة. فانا لازلت عند رأيي ان كان الافضل ان الموسم الخامس يكون هو النهاية، انهم مش هيلاقوا نهاية اقوى من كده. ولكن برضه في نفس الوقت عندي تطلعات للموسم او الباقي من الموسم، ان جايز تحصل حاجة في الحلقات اللي بعد كده تعوضني او تخليني اغير رأيي. بس كده اعزائي المشاهدين، كنت خلاص فيديو النهارده. ما تنسوش تدعموني وتعملوا لايك وشير، وتاكدوا ان انتم مشتركين في القناة ومفعلين الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بشوفكم تاني في فيديوهات جاية كتير ان شاء الله. سلام عليكم.